دي شغاله ازاي بدون ما حاجه ماسكاها، ولا من تحت ولا من جناب ولا من فوق. احنا بتوع نور، احنا في دبي وانت الوكيل الحصري بتاع الشرق الاوسط. انا شايف حاجات جديده، يعني في حاجه جديده نزلت. ده لاين كامل ان شاء الله نازل نص 26 وصل مصر. جميع منتجات العنايه بالسيارات، الجوده الالماني، حاجه اللي الواحد بيفتخر بيها من المانيا. انا شفت هنا حاجه اسمها 10 دبليو 40 وقال لي ده تخليقي زيت بالكامل. الطيارات، ده الطيارات ده الجديد. ده الجديد اللي هو 10 دبليو 40. ده 10 دبليو 40 ام او اس 2 نازل فولي ساينثيتك، والطبيعي بتاعه طبعا اللي هو الاي بي اي اس ان، هو كده موجود اس ان، بس ده شكل العبوات الجديد الجديد اللي هو ار زد 400 ار زد 600 نازل بالشكل الجديد دوت، ار زد 800 نازل بالشكل الجديد برضو بتاعه، بس الجديد ان 10 دبليو 40 ام او اس 2 فولي ساينثيتك. بالنسبه للجديد في الار زد 800 نازل الاي بي اي بتاعه اس بي. اس بي كان نازل اس ان الاول. طبعا ريزويل اول شركه تنزل في مصر. اي بي اي اس كيو نازل في الزيرو دبليو 20، موجود في مصر حاليا، موجود في كل فروانور ستورز، وموجود عند كل الموزعين في جمهوريه مصر العربيه. طب ايه حكايه اللي هو بيقول لك مش متسجل في الاي بي اي؟ اه علشان الشركه الام بتاعتنا اي سي تي بتصنع لسي بي باور سوليوشن، هتلاقيه متسجل في الاي بي اي سي بي باور سوليوشن. الناس بتدور على البراند اللي هو ريزويل على طول، لا هتدخل على سي بي باور سوليوشن هتلاقي جنبه على طول ريزويل. تسجيلات الاي بي اي كلها موجوده 020 35 45 10 40 كويس والله 15 50 و20 50. كده هو الماني فعليا بقى اللي هو ميد ان جيرماني بدل ميد ان اي يو جيرماني. ميد ان اي يو جيرماني كان بسبب ضغط عند الناس، هو اوروبي. ما هو اوروبا عشان في اتحاد اوروبي مع بعض مشترك مع بعض. احنا في صنع في المانيا تبع الاتحاد الاوروبي. عايز تكشف اي شركه يا منجي من المهالك يا رب، اي مستهلك حابب ان هو يتاكد من اصل المنتج، يطلب من الشركه اللي هو بيتعامل معاها او بيفضل التعامل معاها بوليصه الشحن. المنتج ده مشحون له من انهي دوله، عشان في دول بتلعب بتطلع لك مناطق حره، بتطلع لك منتجات مطبوع عليها ومكتوب عليها صناعه، هي في الحقيقه صناعه تانية خالص. انت اللي بتفتحه بايدك، انت اللي بتحطه في عربيتك بايدك، انت اللي شايف كلمه الماني، انت اللي شايف الناس الالمان اللي قاعدين معانا اللي هم جايين من المانيا اصحاب الشركه عشان يدعموا الوكيل الاماراتي اللي موجود مع استاذ نور الوكيل للشرق الاوسط. ان احنا بنامنك في حكايه الزيت اللي تحطه في موتور عربيتك. احنا عاوزين نوصل للناس يكون المنتج 100% انت ضامنه وحاطه في العربيه. كنور ستورز الحمد لله 15 سنه بدايتي، عمري ما هغامر باسمي دوت لاي مكسب مادي مهما حصل ومهما كانت المغريات. عمري ما هفرط في ثقه المستهلك والعميل بتاعي. بفضل من ربنا الحمد لله محافظ على الموضوع دوت ومكمل عليه، وهفضل مكمل عليه مهما كانت المغريات. زي ما قلت لحضرتك شركات كتير بتعرض عليا منشأ غير المنشأ اللي مطبوع على العبوه، وعمري ما هدخله مصر تحت اسمي ابدا مهما حصل. وسعره اقسم بالله يا باشمهندس اشتغلت كتير قوي، احلى مكسب. انا لو عايز ابيع انت قلت لي كل حاجه، انت ما بتداريش عليا حاجه. احلى مكسب، دي حقيقه، عشان حضرتك طبعا شريك معايا في ريزويل. على فكره يا جماعه شريك، يا جماعه لا، لما لقيت نور ضميره سليم وعاوز يشتغل صح واتجاهه صح لمنتج صح ينزله مصر عشان يبقى الموضوع فيه من اول ثقه وضمير، ما يحبش اللي هو عاوز يكسب وخلاص. احنا حصل يعني شويه كده كلام وحاجات كده، اللي ضميره سليم صدقني ربنا بيوفقه قسما بالله. سؤال اخير بقى كده عشان ابقى عارف، ايه الدول العربيه اللي مسكت وكيل لحد الان، وايه الدول العربيه اللي محتاجه الوكيل؟ طبعا الكلام ده هيبقى عن طريقك لان انت ماسك الشرق الاوسط. نور ستورز وكيل مصر والشرق الاوسط. حاليا عندنا الوكيل بتاع ليبيا، وكيل الاردن، وكيل سوريا، وتم الاتفاق مع وكيل السعوديه في خلال ماكسيمم شهر هتبقى منتجات ريزويل موجوده في السعوديه ان شاء الله. وكيل العراق، وكيل طبعا الامارات حسين النحله، ريزويل ايجيبت وريزويل المانيا جايين دعم الاستاذ حسين النحله وكيل الاماراتي. حابين ان احنا نشترك في المعرض بالاتفاق مع ريزويل المانيا وريزويل مصر، ان احنا نشترك في اوتو ميكانيكا دبي السنه دي، بحيث يبقى مجال ان احنا نتوسع مع ريزويل في الشرق الاوسط. حلو. فاضل قطر، الكويت، البحرين، وعمان. اللي هي عاوز ياخد توكيل في الدول ديت هيتواصل معانا مباشر، واحنا بنتمم الاتفاق مع ريزويل المانيا، والشحن وكل حاجه بتتم عن طريق المانيا ليه مباشر على طول. 5 دول دول فاضل ريزول يخش عندهم، وهم طبعا في ناس بتسال كتير قوي انا لو خدت التوكيل اعمل ايه؟ في اللحظه ديت هتابع مع ريزول ايجيبت استاذ نور، هو اللي هيتعامل معاك في صفقه الزيت مع الالمان على طول،
وهيجي لك من المانيا عليك انت على طول. كدعم من رزيل مصر والشرق الاوسط ورزيل المانيا طبعا، هنشترك في معرض بيكون عالمي في الدوله بتاعته، بيبقى دعم مننا ليه كنقطه دعم كده للوكيل الجديد. حضرتك طبعا هتكون معانا برضو ان شاء الله، عشان نسيت ان انا ابلغ حضرتك بيه. نزلوا الزيرو دبليو 12 نزل خلاص، وهيبقى متاح للعربيات الهايبرد ان شاء الله قريب في مصر، نص 2026 ان شاء الله. ان شاء الله. والزيرو دبليو 8 والزيرو دبليو 6 هيبقوا موجودين على اخر 26 ان شاء الله في بيستخدموا في عربيه ايه بقى؟ الهايبرد. بالنسبه لزيت الفرامل كان موجود عندنا حاليا في مصر في 5.1، الجديد ان شاء الله 5.2. ده العربيات برضو انت مدلع الناس، مدلعين الناس يا نور والله. كل جديد مع رسول المانيا ان شاء الله باذن الله. يا جماعه الشركه بتتفوق، الشركه بتعمل منتجات فعلا كويسه جدا وممتازه جدا وتفيد عربيتك. انت اهم حاجه عندك عربيتك تبقى ماشيه كويس، والمنتجات اللي انت بتحطها مضمونه 100%. مش هقول لك اكتر من كده، وليك الحر الاختيار.